قرية تل شعير هي قرية كردية في محافظة حلب منطقة عزاز ناحية أخترين، من عشيرة كيتكان، لهم صلة قرابة مع القرى الكردية التالية: نعمان، قعر كلبين، شاوة، تل جرجي، شبيران، هضبات، وقرى في كوباني كتل غزال وخزنة وقل حديد. هنالك عائلة معروفة ومن وجهاء المنطقة وهم من قاموا ببناء هذه القرية منذ مئات السنين، هي عائلة خضرو، وعائلة من عشيرة عليا الدين الكردية، لهم أيضا صلة قرابة مع قرية مريغل وبعض القرى في عفرين وكوباني. عدد سكان هذه القرية 1500 نسمة تقريبا، ومساحة القرية 1120 هكتارا. تبعد عن حلب شمالا 44 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 25 كيلومتر، وعن ناحية اخترين شمالا 10 كيلومتر. تحدها من الغرب مزرعة جكة وقرية جكة، ومن الشرق قرية حمص، ومن الشمال حدود مزرعة عثمانية والحدود التركية، ومن الجنوب قرية صندرة. القرية قديمة وفيها تل وسط القرية يعود تاريخه إلى الخوريين الكرد. هنالك آثار أيضا، وتظهر قطع فخارية ونقوش زردشتية وبيزنطية، وبعض المعالم الأثرية الرومانية. هنالك أعشاب على أطراف التل مثل تشيشان وباخور ونباتات العوسج ونبتة شيخ فلاح، وكان قديما يستعمل لصناعة الأدوية. القرية معروفة بتربتها الخصبة ومرور نهر فيها، ومياهها الجوفية جيدة، تقع على مسافة قريبة من سطح الأرض، ولكن بعد قطع تركيا لمياه النهر وبناء السدود جف هذا النهر، وبدأ الأهالي بحفر الآبار والعمل بالزراعة كزراعة القمح المروي والبعلي والشعير والعدس والفول والحمص والبطاطا والبصل والخضروات الصيفية والجبس والبطيخ، ومساحات من شجر الزيتون والفستق والعنب والتين، تربية المواشي. أيضا أغلب شباب القرية كانوا يملكون ورشات في المدن مثل ورشات الخياطة ومحلات قطع تبديل سيارات وتصليح السيارات. في العام 2012 أثناء بدء المعارك في حلب اضطر من كانوا متواجدين في حلب للعودة إلى القرية، وقاموا ببدء بأعمالهم وورشاتهم، ولكن للأسف بعد سيطرة الفصائل على المنطقة هاجموا القرية بقيادة التركي أبو دوجانة، دمروا أغلب بيوت القرية ونهبوا محتويات البيوت ومحتويات القرية من آلات زراعية حتى أثاثات البيوت، وذهبوا بها إلى تركيا وقتلوا أكثر من 10 أشخاص. هؤلاء قاموا رحمهم الله بمقاومة هؤلاء المرتزقة. طبعا هؤلاء المرتزقة جاءوا من كافة المناطق السورية. حينها هاجر معظم أهالي القرية إلى مناطق آمنة مثل عفرين، وبعد عامين ظهر داعش من بين الفصائل، بحيث غيروا ملابسهم بقيادة أيضا الأمير الداعشي أبو دوجانة التركي، حيث قام باعتقال ما تبقى من أهالي القرية وجرهم إلى سجون الراعي والباب، وحتى الآن مصير بعضهم غير واضح. تفرغ القرية من سكانها حتى سيطرت فصائل المرتزقة المدعومة من تركيا بقيادة أمراء داعش باسم ضباط الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية، واستولوا على كامل القرية وأسكنوا فيها عوائل المرتزقة من الغوطة ودير الزور وحمص، وقاموا بناء مستوطنات في أطراف القرية بدعم قطري تركي بطول الطريق بين تل شعير وقرية صندرة. نسبة السكان الموجودين الآن في القرية هي فقط عائلة عربية واحدة انضم شبابها أيضا للمرتزقة، وهم هذه العائلة من المجادمة، هم سكان القرية منذ تنفيذ مشروع الحزام العربي، بمعنى أن هذه العائلة التي من عشيرة المجادمة ليست من أصل القرية، بل عائلة مستوطنة في القرية. أما سكانها الأصليون فموجودون في كوباني، قامشلو، منبج، حلب، فافين وأحرص. هذه المعلومات وصلتني من السيد محمد الأحمد من سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية.